يا مساء الخير، يا مساء الورد على أحلى عيون بالدنيا كلها. عيون اللي تتابع وتشوف قناتي. شلونكم عيني؟ شخباركم؟ إن شاء الله بصحة وسلامة. وأكيد أول ما نبدأ الفيديو بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفيديو اليوم مالتنا كلش حلو، أكيد راح ينال على إحسانكم وإعجابكم. لايك حلو من يديكم، مشاركة قناتي ويا الخالات ويا العمات، وإن شاء الله الفيديو يعجبكم. وبلش الفيديو مالتنا. أول شي بلشت وياكم من الصبح. أول ما قعدت شغلت القرآن. وراها شنو سويت لنا ريوق مرتب. بقتها تريقت بس أنا وابني، يعني ريوق بسيط. لازم واحد ياخذ النشاط، وبعدين قومت فتحت البيبان، غيرت الطاقة السلبية اللي موجودة في البيت، ونشغل القرآن. أكيد لازم يوميا نفتح البيبان والشبابيك ولو ساعة ونص باليوم، يتغير جو البيت تماما. نتخلص من الطاقة السلبية وتتجدد. شلون أقول لكم الطاقة الإيجابية بالبيت أكيد. وبعدين شنو سويت؟ قمت غسلت البيت كليته. الجو كلش حار بنات، حار مو طبيعي. من أغسل البيت يصير بارد بشكل صدق. أول مرة يعني شغلكم بنات شلون تصير عبالك بوخة، بس بعدين لا. والكهرباء الوطنية كلش مو زينة، كل شوية تنطفي، كل شوية يعني أبد ما مستقرة. الحمد لله والشكر على كل شيء. ويا ربي احنا بهالحر هذا شو نقول؟ يا ربي اجرنا من نار جهنم يا رب. انا جيت على الغداء. حيرة بنات، الغداء شنو نسوي؟ قطعة دجاج، حضرت بصل، حضرت بتيتة. راح اسوي اليوم وياكم مرقة عدس. بس بنات شنو راح اسوي؟ راح اسويها تشريبة، يعني اليوم بالبيت ما عاجبهم تمنوا اياها. واخر شي طبخت وتعبت وبقيت بس اني وابني الصغير. ما حد ما تغدى بيومها. الحمد لله والشكر على نعمة رب العالمين. هنا قطعة البصل وقطعة البتيتة. عندنا بصلة تنطيها نكهة تجنن. وضفت الملح، والدجاج قطعته وغسلته غسلة مرتبة. وراح أبدي أحمس بيهم لحد ما ياخذون لون حلو. وهذه المرقة بنات كلش طيبة، صفرة وحمرة. دائما يعني أنا أسويها. نحبها أكثر من المرقة الحمراء، يعني المرقة الصفراء أحسها أطيب. ومن نضيف لها العدس بنات يصير طعمها يجنن. يعني نحبها أكثر من اللبلبي، أكثر من الحمص المجروش. هنا البهارات كاري، كركم، مرق الغار، هيل، فلفل أسود، بابريكا مطحونة، قليل من الماجي والفلفل الأسود قلت لكم. ينطيها نكهة تجنن. والهيل يغير من طعمها 180 درجة بنات، يصير طعمها يخبط. وأهم شي اللجعة اللي تصير ماكو بالجدر، هي هذه اللي تنطي الطعم للطبخة، بس مو تحترق، لا تلجع لجعة يعني هيجي تكسب كل المواد. هاي شوفوا بنات، وأغطيها على ما أروح أغسل العدس وأحضره حتى أخلي العدس وياها. هاي شوفوا بنات، هذا اللي أقصد عليه. شوفوا لحد ما تاخذ هذا اللون الحلو، والبهارات كلها تنحمس، ويصير النكهة والريحة ملت البيت ملي. هاي اللجعة اللي أقول لكم عليها. هسه نضيف العدس وبعدين نضيف الماء. واحنا ضفنا الملح والبهارات وكملت طبختنا، ونقوم نخلص نشوف شنو وراني نكمل. بالنسبة للطبخة مالتنا كملت، بس بعد شنو نضيف الماء. قياس الماء على قد يعني ما يستوي الدجاج. هماتين بنات إذا خلينا مي ما تصير ما طيبة، بس من يصير الماء قليل بيها، يعني مو قليل، يستوي الطبخة تستوي. يصير الطعم هماتين ذخين، ويصير طعمه كلش طيب. وسهمنا وسهمكم ألف عافية حبايب قلبي. وأنا هنا أنا أقولكم شو أسوي؟ أغسل المواعين اللي ما تخلص. ويلا نسولف شوية، نسولف على الفيديو اللي فات. التعليقات اللي اجتني تخبل، تعليقات البنات اللي عندهم بنوتات حلوات. وحدة قالت أني عندي 2 بنات فدوى ربي يحفظهم إلك. والأخ إيش قالت؟ قالت أني ما عندي خوات
وعندي بنية وحدة يعني بعدها ما جاية للدنيا، هي حامل بها يعني هذا شهرها، فيا ربي يسهل عليك وتجي للدنيا وتعيش بعزك وبدلالك وبحنانك يا رب، وإن شاء الله تقومين بالسلامة. أي ووحدة قالت أنا ما عندي بس 4 ولد، وعندي بنية وحدة، وطالبة نصيحتكم بنات. تقول الناس شو تقول لي سوي بعد بنية. يعني أنا بالنسبة لي جوابي إلها بعد أنتو شو تجاوبونها بتعليقها، شو تقولولها؟ أنا إيش قلت لها؟ قلت لها الحمد لله والشكر، عندك بنية وحدة وعندك 4 ولد، خير وبركة. الكثرة هم ما بيها يعني فائدة، صدقوني بنات الدنيا كلش صعبة، والخلفة الهواية هم كلش متعبة. يعني على قولة أمي تقول قبل كانت الطفل والولادات، يعني الولادات سهلة والطفل يجي ويكبر وإحنا ما نحس بيه. هسه الطفل يجي لحد ما يكبر كليته بالدكتور وكله مريض، مناعة ماكو، مناعة الأطفال صفر. فقلت لكم أنا من جاوبتها، أنا جاوبتها يعني قلت لها لا، أنا أقول كافي والحمد لله والشكر، هو رزق من رب العالمين، ما دام عندك الولد وعندك البنية ربي يحفظهم إلك، هاي كلش كافي. ماكو داعي إنه أخت أو هيك شي، إلا إذا أنتي حابة هذا الشي وتقدرين إنه تسوين هذا الشي، هذا يبقى شي براحتك. بس إذا الناس تقوليش ترى الناس ما ترضى على كل بشر، كل بشر ما ترضى عليه صدقيني. يعني إذا عندك بس وليد يقولون خطية ما عندها اثنين، وإذا عندك بس بنات يقولون خطية ما عندها ولد، وإذا وتعددت الأسباب وقلت لكم الناس على كل شي تحكي، فإحنا شو نسوي؟ نسد بابنا، ما نتقبل أي كلام، نمشي باللي إحنا نريده. فإذا أنتي عاجبك تسوين بنوتة لخ فهذا الشي راجع لك. عيني وصارت لي طلعة للسوق، طلعة سريعة. فشنو جبت هذا المسواك يعني. شوفوا بنات أنا ما أجيب هواي مسواك لأن إحنا بالبيت من النوع يعني يبقى فترة عندنا، والله يعني مو بسرعة يخلص المسواك. فأنا حتى ما أغسله، لأن إذا أغسله المفروض يعني بسرعة يخلص، إحنا لا يبقى فترة عندنا، فما أغسله. من أريد أحتاج أطلع أي شي للطبخ أو للتقلاء ذاك الوقت أطلعه وأغسله. هنا عندي خيار، عندي باذنجان، عندي بتيتة، هذا التفاح الناعم، العنينجي والبرتقال والطماطم مالتين. فقلت لكم يعني بين فترة وفترة أتسوق، ما أتسوق دائما. مسواقي يكون قليل يعني، مو إحنا عائلة صغيرة يعني ما أتسوق هواية، حرامات يبقى يتلف والجو كلش حار يعني. والله شو أقولكم بنات، حتى يعني البيت ما يلحق يبرد، البيت كلش حار، الدنيا كلش حارة يعني. صارت عندي طلعة للدكتور، كنت ماخذة ابني يعني، والله العصر مو يعني عصرية وكلش حارة. الحمد لله والشكر يا ربي، ويا ربي يحفظنا ويحفظكم إن شاء الله. والحرارة عين شي راد هذا البطيخ يسرسح القلب، أرقي على الجو الحار عصاير. هنا واحدة من البنات متابعاتي الغاليات طلبت مني طريقة المعكرونة، فاليوم سويتها للعشاء، قلت خلي أنزلها للبنات. عندي هذا الشكل من المعكرونة. أول شي خليت المي تقريبا فار، ضفت المعكرونة، ضفت الملح لحد ما تشوفينها بإيدك بنات يعني مو انعجنت لا، بس مجرد ما طخ الاستواء بها. أنا بالنسبة لي إذا تريدين أقولك على الوقت، أقولك وقت ربع ساعة تماما كلش كافي، لأن إحنا ضايفيها على مي حار. بعدين على السريع تصفيها. هنا أنا عندي شنو، عندي لحم، عندي بصل، عندي قطع بتيتة، عندي قطع طماطة. هذه الطريقة تجنن بنات، طعمها خرافي يعني. أنا بيومها سويت العشاء بس معكرونة، ما سويت شي لا وياه. إحنا نحب إذا نسوي المعكرونة ياكلوها بالخواشي يعني بدون خبز، يكون طعمها كلش طيب. فهنا هذا اللحم، وأكيد نضيف البهارات عليه وينحمس، هذه المواد كلها تنحمس حمسة زينة ومرتبة. هنا شنو ضفت عليها؟ ضفت عليها كاري، ضفت عليها بابريكا مبروشة تعطيها نكهة
انتي لا تتقيدين باللي اني خليته، ما تردين تضيفين لا البوتيتا ولا الطماطة براحتك، بس هاي تنطيها نكهة تخبل. يعني انتي قلتي ما اعرف اسويها بهذه الطريقة، كلها راح اسألش عليها شلون سويتيها وبأي طريقة. أنا آخر شي ضفت الطماطة، بعدين راح أضيف المعجون. من أضيف المعجون بنات أحبسها حمسة مرتبة، يعني لحد ما المواد كلها تستوي ويصير الطعم مالتها خرافي. جربيها بهذه الطريقة سهلة وبسيطة وتاخذ من عندك وقت، وعشاء سهل. وين اللي محتارات بالعشاء، يلا جبت لكم طريقة عشاء سهلة وبسيطة وما تاخذ من عندكم وقت. والله هو حيرة، العشاء حيرة، الغدا حيرة، ما أعرف أقولكم. والله بنات ترى بس الريوق، أحس الريوق أبسط شي، اللي هو أجبان، شاي، بيض، ماكو غير شي. بس مثل الغدا والعشاء حيرتهم حيرة. وألف الحمد لله والشكر على نعمة الصحة والعافية، وإنه نقدر ناكل ونكمل يومنا ونقوم بواجباتنا بالبيت، نقوم بصلاتنا، باستغفارنا يا ربي. ألف الحمد لله والشكر. فهنا بنات كلها خلطتها، وشوفوا حباية حباية، لا ممرودة ولا كل شي. فهنا شنو راح اضيف عليها؟ جبن. احنا بالبيت كلش نحبها بالجبن. انتي ما تردين جبن، هاي الطريقة تكفي وتوفي. ما عندك جبن، ما متوفر جبن، هذه الطريقة كلش كافي، يصير طعمها يجنن. المعكرونة هواي بيها طرق، اكو بالبشاميل، بس هذه احنا المعكرونة مالتنا السهلة والبسيطة وطعمها كلش طيب ودائما نسويها. وعيني عيني هالطعام، طعمها خرافي. ويا الجبن، شوفوا ذاب الجبن بنات، شوفوا شلون صارت. يسلمكم العافية حبايب قلبي، والله لو تذوقون الطعم اللي صار يجنن والله. وهنا سويت عصير بطيخ بنات، الجو حار، بطيخ وحليب مكثف فقط، تصير النكهة والطعم ما تتجنن. تستغنين عن الشكر براحتك، تردين تضيفين الشكر هم براحتك. وما بقى شي وينتهي الفيديو مالتنا. ولنا أقولكم بنات، أتمنى إنه هذا الفيديو نال إعجابكم. باي باي.